1 و2. ايه 1 و2؟ 1 و2 و3. قول لي 1 و2 و3. مين المسؤول عن منتخب مصر؟ مين المسؤول الرئيسي عن منتخب مصر بتصريح من المسؤول عن الرياضه في مصر؟ اللي بيدير اتحاد الكوره فيتوريا مثلا؟ انت عندك اللي بيدير بيدير حازم امام. اتحاد الكوره. حازم ايوه حازم امام اتحاد الكوره وخالد الدرندلي وفيتوريا هم اللي بياخدوا دول القرار. مسؤولين، بدليل ان الراجل محترم وبركات، بس عشان المنتخب الاولمبي بقى مسافر في مش عارف في الخليج باين مع المنتخب الاولمبي في دبي. مين اللي بيدي القرار؟ الراجل المحترم الصعيدي الجميل ابو الوفا قال لك ما حدش اتصل بينا، قال لك ما حدش اتصل. طب ما هو المفروض اتحاد الكوره لما يبقى فيه قرار زي دوت، لما يبقى فيه قرار لازم اعضاء مجلس الاداره، وخصوصا ان لعيب مهم زي محمد صلاح يبقى فيه قرار يطلع من اتحاد الكوره، مش يطلع من كلوب في انجلترا بعد الماتش في تصريح كان لازم يبقى فيه تنسيق. فلازم يبقى فيه تنسيق لان احنا اتحاد كوره، احنا مصر كبيره. يا ابراهيم يا بيه مصر بلد كبيره، بس الباقيين دول شخليله تحت امر سيدي كلوب اللي ضرب لهم كرسي في الكلوب. في وجود محمد صلاح مفيش اصلاح. وبقسم بالله والنعمه دي انا بقول الكلام ده وما في بني ادم قايل لي اقوله. الناس في اداره القناه هنا سايبين لي كل الحريه يعني ان انا اقول اللي انا عايزه، لكن انا بقول بعدل ربنا اللي بقول الكلام اللي ربنا هيحاسبني عليه يوم القيامه. محمد صلاح لا يستحق هذه المعامله بصراحه، لا يستحق. الراجل كان حريص ان هو يبقى موجود في المنتخب، كان حريص ان هو يبقى موجود في المنتخب ولعب. الراجل مش في مستواه، اجواء مختلفه، رتم لعب مختلف، كل حاجه مختلفه، والراجل اتعور في الاخر، اتصاب. خلاص يا جماعه يعني ارحموا الراجل. سايبين المنتخب والاخطاء دي كلها اللي موجوده، والاخطاء اللي موجوده في مصر كلها، وصلاح هو خلاص اللي اتشعبطنا فيه ومسكنا فيه. ما هو يعني كل واحد برضه ليه طاقه. فارجوكوا وبطالب الساده اصدقائي الاعزاء اللي بعتز بيهم جدا للعيبه كره القدم القدامى، بقول لهم ارجوكوا ارحموا محمد صلاح. يا عم ما ياما اشدنا بيه، مش متحملين ننتقد النهارده اسبوع على سوء مستواه. ده من كتر مستوى صلاح بيسوق مع المنتخب بيفكروا يطلعوا له رخصه.